ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اكلة سما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. النهارده عملنا مع بعض بسلة باللحمه. عملنا بسلة باللحمه بطريقه جميله جدا والطعم لذيذ، حاجه كده من الاخر خيال. شايفين؟ اللهم صل على النبي، حاجه لذيذه. واللحمه كمان بتاعتنا مستويه جدا وخطيره، ريحتها تجنن، والطعم مش قادره اقول لكم لذيذه جدا جدا. بسله باللحمه بطريقه بسيطه وسهله قوي قوي. يلا نشوف المكونات وطريقه التحضير. مكوناتنا وهي عباره عن كيلو لحمه من قشره اللوح او اي مكان حضرتك بتفضليه. عندي كمان لتسويه اللحمه جزرايه، بصلايه متقطعه جوليان، قرن فلفل اخضر، وطماطمايه متقطعه 4/4. بهاراتنا عباره عن معلقتين كبار ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود وورق راوله وحبهان. هنيجي بقى للبسله. عندنا كيلو بسله طازه متفصصه. عندنا كمان رتل طماطم مفروم ومتصفي كويس، ربع كيلو جزر متقطع مربعات، وبصلايه كمان مفرومه ناعم. وبهاراتنا بتاعت البسله: معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه ونص كبيره ملح، ونص معلقه صغيره سكر. عندنا معلقتين سمنه على 5 معالق زيت. يلا نبدأ ونشوف طريقة التحضير. الحاجة النهاردة هنعملها في عمل البسلة باللحمة ان احنا هنسوي اللحمة الاول. اول حاجة عندي حطيت حلة على النار فيها مية عشان تغلي بالشكل ده. وبعد ما المية غليت عندي بالطريقة ديت هننزل بقى بقطع اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. انا بحب اسلق اللحمه، تديني شوربه حلوه وطعمها خطير جدا. اما تشوح اللحمه في سمنه ديت بتبقى اللحمه الضاني. انا بعمل اللحمه الضاني بشوحها، اما اللحمه البقري فانا بسلقها بالطريقه دي. بعد ما حطيت اللحمه في الميه بالطريقه ديت هننزل بقى، هعلي عليها النار عشان تغلي في الاول. بعد كده هنزل بالحبهان والورق الراوله، وكمان بعد ما نزلت بالحبهان والورق الراوله يا حبايبي نزلت بقى كمان بالبصل والفلفل والطماطم والجزر على اللحمه بالشكل ده. هغطي عليهم بقى واسيبها على نار عاليه لمده 10 دقايق. وبعد 10 دقايق ما اللحمه تستوي تبدا ان هي كده تغلي مع الخضار كده، وتبدا ان هي تغلي لمده 10 دقايق، ههدي عليها النار كويس جدا. هدي عليها النار وهسيبها تستوي على نار هاديه. كل ما كان الاكل على نار هاديه كل ما كان طعمه احلى ومش هياخد معاكي وقت في التسويه. خطوة عندي يا حبايبي، انا سبت اللحمه تستوي. تاني خطوه عندي بقى نيجي نعمل البسله. حطيت معلقتين سمنه وعليهم 3 معالق زيت. هنزل بالبصله المفرومه في الحله على الزيت والسمنه بالشكل ده كده، وبس هديها يا دوبك البصلايه تدبل. بس خلي البصلايه تدبل بس مش اكتر من كده. بعد ما البصلايه دبلت بالطريقه ديت هنزل بقى بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بعصير الطماطم بالشكل ده كده، اللهم صل وزد وبارك، وهقلبهم مع بعض. هعلي النار عشان تبدأ تغلي. بعد ما نزلت بعصير الطماطم هنزل بقى بالجزر. بسم الله الرحمن الرحيم، قصدي البسله، انا اسفه. هنزل بالبسله وبعد كده الجزر. بسم الله. انا بعمل الاكل بتاعي بالطريقه ديت يا حبايبي، نيف نيف، كل حاجه تستوي مع بعضها. الصلصه مع الجزر، حطيت يا حبايبي البسله والجزر على الصلصه بالطريقه ديت. انا بقول لكم انا بعمل اكل نيف نيف. هحط بقى نص معلقه سكر تبقى حلوه قوي عشان الحموضه، وكده كده اصلا الاكل نايف ناي ما بيعملش حموضه ولا حاجه. هسيبهم بقى يستووا على نار هاديه خالص. هوطي الاكل بتاعي على نار هاديه يستوي مع نفسه. شايفين البسله يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما سبتها 10 دقايق يا دوبك خدت غلوتين وهديت عليها، بدات ازاي ان هي كل حاجه
تستوي وتتسبك في الصلصة مع نفسها ازاي ما شاء الله. مهديه عليها خالص وسايباها تستوي مع نفسها خالص. مش هزودها شوربة او مية مغلية دلوقتي خالص، ولا هحط لها الملح والفلفل الاسمر دلوقتي، دول اخر حاجة. هسيبها كده تستوي مع نفسها، ولما تبقى 3/4 سوا هنزل عليها الملح والفلفل الاسود. هغطي عليها واسيبها تكمل سواها. ودي اللحمه كمان بتاعتها يا حبايبي، اللحمه ما شاء الله شايفين انا مهديه عليها النار وسايباها تستوي مع نفسها ما شاء الله. طبعا برضو مش هحط لها الملح دلوقتي خالص، الملح هحطه في اخر غلوتين. هغطي عليها واسيبها تكمل سواها على نار هاديه. بلاش تعملوا الاكل يا جماعه على نار عاليه، اعملوا الاكل على نار هاديه، هيطلع معاكم الاكل طعمه جميل جدا وهيستوي معاكي في اسرع وقت. تعالوا نشوف البسله بتاعتنا يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله شايفين. هزودها بقى ميه مغليه. بسم الله. بالطريقه دي زودتها كوبايه ميه مغليه وهسيبها تكمل سواها. بس هحط لها فلفل اسود، معلقه صغيره فلفل اسود بالشكل ده كده، وهقلبهم مع بعض تمام. هسيب الملح مش دلوقتي برضه. هغطي عليها واسيبها تكمل سواها. ودي اللحمه بتاعتنا يا حبايبي بعد ما حطيت لها الفلفل الاسمر وحطيت لها الملح. تعالوا نشوفها بقى استوت. بسم الله ما شاء الله شايفين ما شاء الله استوت تماما. السلة تكه بسيطه هحطها في البسله تكمل سواها مع البسله كمان. ودي البسله بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله شايفين الجمال، شايفين الحلاوه ما شاء الله، ريحتها جميله جدا. خلاص قربت تستوي. شايفين الاكل لما يكون على نار هاديه بيبقى طعمه جميل جدا. انا غيرت الحله، خليتها حله اوسع عشان نحط اللحمه بتاعتنا بقى. هنزلها في البسله تكمل سواها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي لسه لها بس حيه، مفيش نص ساعه بس. هتاخدها مع البسله تبقى كده البسله واللحمه عندي استوى. هقلبهم وهزودهم شويه شوربه. زودت البسله عندي شوربه بالشكل ده كده ما شاء الله. هنزل بقى بالملح. كنت قايله لكم اخر حاجه الملح، انا كده كده حطيت فلفل اسمر على الشوربه وعلى كمان البسله، يعني مش هحط تاني. هقلب بقى الملح مع البسله واللحمه بالطريقه ديت كده. بسم الله ما شاء الله. عمليه بالطريقه ديت هتاكلي اطعم بسله وباللحمه اكلتهاش في حياتك قبل كده. هغطي عليها بقى واسيبها لمده نص ساعه كملوا سواها. ودي البسله بتاعتنا يا حبايبي بعد ما استوت ما شاء الله. مش قادره اقول لكم على الريحه ولا الطعم. واللحمه كمان بتاعتنا استوت. شايفين القوام بتاعها تحفه، حاجه كده من الاخر لذيذه. ولا قطع اللحمه تقدر ان انت تخليها قطع صغيره بالشكل ده، وتقدر ان انت تخليها قطع كبيره زي ما انت عايزه. حاجه ترجع لك انت. بسله باللحمه بطريقه مظبوطه والطعم لذيذ جدا. جربيها هتلاقيها مفيش اسهل من كده. لو اول مره تشوفيني ياريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. كنتم في اكلة سما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.